ماشي في رداء إرهاب، ماشي في رداء إرهاب، ماشي في رداء إرهاب، ماشي في رداء إرهاب. هذه عصابات الكذاب، هذه عصابات الكذاب. علي صالح يا شباب لا للإرهاب، كل يوم نراعي الإرهاب. لا للإرهاب، علي صالح يا شباب لا للإرهاب، كل يوم نراعي الإرهاب. لا للإرهاب، قسما بالله الوهاب لا للإرهاب، ما يحكم راعي الإرهاب. لا للإرهاب، أين العدل والعقاب؟ لا للإرهاب. يا علي حال الوضع، يا علي حال الوضع. والأمن القومي دفاع، والأمن القومي دفاع، وخلى البضاعة هرادا، خلى البضاعة هرادا، وخلى البضاعة هرادا. خلى البضاعة هرادا. هذا المخطط معروف، هذا المخطط معروف، وفي رادع أصبح مكشوف. في رداء أصبح مكشوف. طبقان المؤتمر الشعبي العام عبد الجندي الذي نقل في تصريحه الذي عقده امس في تصريحه ان ضيف الله الوهبي الذي ساند القاعده لدخول رداع وانه يعني يغذي القاعده، وانا من هذا الساحه انفي كل ما قاله بغبغان المؤتمر وهذا أيها الثوار الأحرار، لقد كانت محافظة من أوائل المحافظات التي هبت في ركب الثورة المباركة، وسجلت حضورا رائدا بين المحافظات، بل وقدمت من خيرة شبابها من الشهداء لهذا أراد النظام أن ينتقم من هذه المحافظة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. وما يحدث اليوم في رداع إلا واحدة من مكائده الشريرة، ولإدخال المحافظة في الصراعات الطائفية والعرقية لتصفية حسابات يحلم بها النظام وأذنابه في المحافظة. ومن منطلق استشعارنا بالمسؤولية الدينية والوطنية أمام الله تعالى أولا، ثم أمام بلادنا ثانيا، لحقن الدماء وتقليل البلاد شر الفتن، نؤكد على الآتي: واحد، تتحمل السلطة المحلية والقيادات الأمنية بالمحافظة المسؤولية الكاملة عما يجري في رداع كونها سلمت بردا وسلاما. اثنين، إن أبناء المحافظة بجميع توجهاتهم يد واحدة ضد كل من تسول له نفسها العبث بأمن واستقرار المحافظة. ثلاثة، نضع السلطة المحلية والقيادات الأمنية بين خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول حماية المحافظة من خلال القيام بمسؤوليتها الدينية والوطنية بما تملك من معدات وآليات، وإثبات ذلك بالانتشار والعمل الجاد لحماية المحافظة. الثاني، في حالة عجز السلطة والقيادات الأمنية في المحافظة عن القيام بمهامها فليس إمامهم إلا خيار المغادرة والرحيل. الثاني، في حالة عجز السلطة والقيادات الأمنية بالمحافظة عن القيام بمهامها فليس أمامهم إلا خيار المغادرة والرحيل وترك المحافظة لأبنائها القادرين على حمايتها وتسيير دفة الحكم بها، خاصة بعد تواطؤهم بالمفضوح والتسليم المريب لرداع. أربعة، ما يقوم به بقى النظام من اجتماعات شكلية هي من باب ضر الرماد بالعيون لتغطية ألاعيبهم وإخفاء معالم السرقة والنهب لمقدرات المحافظة، وإلصاق ذلك بالقاعدة للتنصل من المساءلة والمحاسبة. خمسة، ندعو كل الغيوريين والمعنيين بأمر المحافظة إلى القيام بمسؤوليتهم تجاه المحافظة والتصدي الحازم لمخططات بقايا النظام في المحافظة. كما ندعو المعنيين بالأمر في رداع إلى عدم الانقراض لمخططات النظام وتحكيم العقل وتفويت الفرصة على إزلام النظام. وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى، صادر عن ائتلاف شباب التغيير والائتلافات المحافظة.